ثمة مكان للمؤسسات الأولية كافة كالدين والدولة والفن والقانون والاقتصاد والسياسة داخل المجتمع الثقافي الأساسي ضمن إطار الفترة الأطول. هذا ويطرأ التغيير المستمر على المؤسسات كماً ونوعاً، فبينما يتقوض بعضها فإن المضادة لها تتضخم بالمقابل، وبينما تزول القلة منها فإن فاعليتها تستمر بمعانيها في مؤسسات مغايرة أو في مؤسسات جديدة. وبصورة عامة، باستطاعتنا القول أنه ثمة علاقات جدلية بناءة بين جميع المؤسسات والمصطلحات، كما أن أحادية المجتمع الثقافي الأساسي لا تجرده من شركائه الأقوياء أو من بناء تكوينات جديدة داخلية. في هذه النقطة يمكننا استيعاب دوافع النزاع بين التطويريين والخلقيين، فالخلقيون مدركون لمصطلح الفترة الأطول ويستمدون منه قوتهم الأساسية بالمقدور سرد الآيات التي تنص على فترة خلق الكون ونهايته بمفهوم ثقافي. ولدى تفسيرنا لهم من زاوية سوسيولوجية نجد أن الرأي الخلقي واع للخصائص المقدسة والنبيلة والعظيمة للمجتمع المشيد، وبالأصل ما الكتب المقدسة الثلاث التوراة، الإنجيل والقرآن سوى تفاسير تعمل على سرد الحياة المقدسة والساحرة في الهلال الخصيب. ومع اعتناق الغالبية الساحقة من البشرية لهذه الأديان الثلاثة الكبرى سوى بسبب ماهية تفاسيرها تلك، فالزعم بأن هذه الحياة الثقافية الجديدة المتحققة كمعجزة خارقة، هذا المصطلح مفهوم لأجل تلك الحقبة الإنسانية ستستمر إلى أبد الآبدين، وجعلوا ذلك عقيدة أولية إنما يشير إلى مدى قوة تأثير هذه الثقافة. لنتصور معا كيف أن المجموعات البشرية التي عاشت على شكل جلانات ولم تنعتق من كونها ضربا من ضروب الثدييات البدائية لملايين السنين، تصبح وجها لوجه أمام الثورة المتحققة في الهلال الخصيب، أي أمام تأسيس اجتماعي استثنائي خارق لا يمكن تعريفه إلا بمفردة المعجزة. فهل ستتخلف تلك المجموعات عن الاحتفاء بها كأمر مقدس وسام وإلهي وكأنه عيد؟ لنلفت الأنظار فورا إلى أن السوسيولوجيين من أمثال دوركايم والعلمويين الآخرين لم يذهبوا أبعد من النظر إلى المجتمع على أنه مجموعات بشرية مؤلفة من مجموع الأحداث والمؤسسات، لذا لا تتجاوز السرود المتعددة على صعيد التمايز الطبقي والدولة والاقتصاد والقانون والسياسة والفلسفة والدين منطق كتاب مقدس واحد. نقطة الضعف الأهم في سرودهم تلك تكمن في عدم استيعابهم أهمية مجتمع الفترة الأطول. علي التشديد مجددا على أن البشرية تمتلك ذاكرة غائرة الأعماق لقصتها، وأنها لن تتخلى عنها بسهولة. وعلى عكس ما يعتقد، فالمجتمعات ليست متشبثة بالكتب الدينية المقدسة بسبب الرب المجرد وبعض الرموز والطقوس التي تؤلفها، بل إنها تجلها وتبجلها لإحساسها بعثورها على معان وآثار قصص حياتها ضمنها، ولأنها تؤدي دورا مماثلا لذاكرة المجتمع الذي يحيا بشكل ما، فهي مندرجة بين الضرورات التي لا غنى عنها. أما مدى صحة أو خطأ الأحداث والمصطلحات التي تنص عليها فهي تفاصيل من المرتبة الثانية. من هنا وعندما قال فرناند بروديل عن وجه حق بوجوب سسلجة التاريخ وتأريخ السوسيولوجيا، إنما جذب الأنظار بذلك إلى الخطأ الأساسي الكائن في الأسلوب والعلم، فبدون تباين علاقات الفترة المجتمع ضمن مسار التاريخ بمعانيها القيمة فلن تنجو الشروح التاريخية والسوسيولوجية المنفصلة من أحداث جروح عميقة في جسد الواقع الاجتماعي وأفقاده كل معانيه. كدسوا الأحداث المعتمدة على الوثائق قدر ما تشاءون، واحفظوا المؤسسات والقواعد الاجتماعية قدر ما ترغبون، ووضحوها بالوثائق كيف تودون، لكن لن تذهب مساهماتكم في علم المعنى التاريخي والسوسيولوجي أبعد من كونها لوازم وأدوات فضة. ما لم تجيب عن الأسئلة: ما الذي يقوله الأحياء وبأي معنى وأين ومتى؟